على رجليه، عايز يحتفظ بالكوره، عايز يسيطر عليها، عايز يعمل عمليه يعني هو من حقه ان هو يحجز الكوره بينه وبين المنافس زي ما احنا بنشوف كده اهو، من حقه يحجز الكوره طالما هو لم يرتكب خطأ. طبعا الاشاره دي تستحق الانذار الثاني، انما صعب كان ياخد القرار. ما كانش هياخد الانذار الثاني يعني في حاله زي دي، لانه هنا له فاول ولم يحتسب. اذا القرار اللي نقدر نقف عنده في الحاله دي ان هناك فاول لم يحتسب لصالح احمد علي. نروح ل طبعا التشويح ده في حكام كتير ما بتسمحش بيه. هنا عمرو فهيم انذار، فاول وانذار، هو بيضحك، وهنا الحكم المساعد بيحتسب الفاول، والفاول صحيح لانه ما لمس الكوره، والقرار بالانذار صحيح. هنا حاله مهمه جدا يا كابتن طاهر لم تلفت نظركم ولم تلفت نظر اي حد. هنا الحكم احتسب ركله حره مباشره لصالح الاسماعيلي. لو هنا في خطا يبقى جوه. خطأ فين؟ دي جوه داخل منطقه الجزاء. دي المفروض انت حسبت هنا فاول، ركله حره مباشره، المكان داخل منطقه الجزاء. اذا لابد من تغيير القرار الى ركله جزاء وليست ركله حره مباشره. دي ما تحسش بقى دينجرس بلاي. لا في لمس، في لمس. هناك لمس، اذا ركله حره مباشره. ادي اللعبه اهي، ادي جوه كده داخل منطقه الجزاء. اذا دي كان يجب احتسابها. ادي اللاعب اهو داخل منطقه الجزاء، والخطا داخل منطقه الجزاء، كلا اللاعبين داخل منطقه الجزاء، والتلامس موجود، والحكم احتسب ركله حره مباشره وليست غير مباشره لان هي فيها تلامس. دي بقى اللياقه الفنيه يا كابتن. ما هو ده اللي انا قلت عليه، ان هو جنب الكوره ومش قادر يعني. ده اللي قلت عليه في الاول. اداره المباريات ولياقه اداره المباريات مش موجوده. نشوف هنا في 3 دقائق احتسبوا وقت بدل ضايع، رفعهم الحكم الرابع، ونشوف هنا صفاره النهايه فين. هو المفروض 3 دقائق دول يكونوا اما 3 دقائق او اكتر، لكن هنا صفاره النهايه احنا معاها اللعبه اهو لغايه لما اطلق الحكم صفاره النهايه قبل ما تكمل الدقيقه الثالثه. يبقى اذا هنا الوقت الذي قرره الحكم لم يكتمل في نهايه الشوط الاول. نروح للشوط الثاني. اول حاجه او اول لقطه في الشوط الثاني هنشوف هنا حمص بيطالب بلمسه يد، هي الكوره جت في صدر اللاعب، الحقيقه مفيش لمسه يد عليها. وبعدين نشوف هنا فاول هيعمله حمص برضو يستحق انذار بتهور، ولكن هنا احتسب الخطا ولم برضو الراجل المساعد اللي هناك برضو اكنه مش شايف حاجه. ادي الكوره جت في صدر اللاعب اهي. هم طبعا ركزوا على ان الكوره لمسه يد ولا لا. اهي هنشوفها اهي. اللقطه الثانيه بص يا كابتن، ادي اللقطه الثانيه. لا بعد كده دي مشيت، وادي حمص رايح عند اللاعب هناك، وبعدين اللاعب لف، وبعدين اهو لم يلمس الكوره، وادي العرقله. طب المساعد اهو يا كابتن جنب. بس هنا الحقيقه كابتن طاهر مساعد اهو، هنا تقدير احتساب الانذار من عدمه. هنا الحكم موجود، يعني هنا الحكم بعيد يا كابتن. ده لا ارجع باللقطه هتلاقي الحكم موجود على بعد 5. على كل حال هو الحكم اهو في الحاله اللي زي كده الحكم موجود، لان الكره بطيئه ونقل الكره كان بطيء. يعني بص خلي بالك الحكم فين، يا رب تجيب لنا الصوره. ادي الحكم اهو، كمل بقى اللقطه. ادي الحكم موجود وجري وعمل واجبه كويس وراح هناك، تمام، وقرب. هنا قرب بقى الحكم قريب صراحه. لما الحكم يكون قريب في المكان زي ده يا كابتن طارق، يبقى هنا الحكم مساعد بقى ملوش دور، يسيب الحكم هو اللي يتصرف. طب افرض الحكم مش يعني ما هو زاويه رؤيته واضحه قريب وزاويه الرؤيه مش واضحه مثلا. لا زاويه الرؤيه مش واضحه، يبقى الحكم مساعد لازم يتدخل. انت قلت الاصطلاح هي زاويه الرؤيه مش واضحه، حتى لو كان قريب يبقى الحكم مساعد يتدخل. المهم الحكم شايف ولا لا، يحكم على الحاله بالكامل ولا لا. اذا كان لا يبقى الحكم مساعد لازم يتدخل. نشوف لعبه ثانيه مهمه جدا في المباراه، حاله مهمه جدا في نفس المكان وفي نفس احمد صديق وفي نفس منطقه الجزاء، ويبدو انه المكان ده اصبح مكان
يعني مش عارف اقول ايه عليه، انا مش قادر اقول هل المكان ده الاضاءه بتختفي فيه، النور بيتقطع فيه. برضه هنا في دفع اهو من عمرو الحلواني، من عمرو الحلواني رقم لأحمد 22. صديق، وايضا امام الحكم المساعد الاول هو ولم تحتسب ركله جزاء لصالح الاسماعيلي. برضو عايز اسال سؤال، معلش الحاله دي والحاله اللي جبناها قبل كده الفاول اللي ما اتحسبش، اللاعب يلعب كوره ازاي؟ يسيطر على الكوره ازاي اذا كان هتحدث معاه مثل هذه الامور؟ طبعا شيء مش منطقي. نروح هنا في هنا في فاول على حمص للمره الثانيه من نفس المكان تقريبا او من نفس المنطقه، ويبدو كابتن طاهر انه اللعيبه الاخلاقياتهم عاليه، يعني هنا حمص شد، دي سلوك غير رياضي عقوبته الانذار في اي وضع، لانه مسك اللاعب هنا. يبدو ان حمص باخلاقياته العاليه بيخلي الحكام تتعاطف معاه يعني في مساله الانذار.